معانا شاعرة النهارده والسبعة الفايزين الشاعرة رفعت الوهاب بنت المنصورة. بنشوفها بتتألق كتير في تحت كتاب المنصورة، في الشعراء طلحة. بنشوفها في أماكن كتيرة ومفيدة. هي وصلت لفضائيات، وصلت كمان إن هي تبقى من أفضل شعراء المنصورة طلحة. معايا شاعرة رفعت الوهاب. ازي حضرتك؟ النهارده هم شايفين تكريم مسابقة وتكريم عبارة عن جوائز ودروع شهادات. النهارده انت خلصت النهارده والمهرجان بشكل شاعر كبير هو اللي جمعنا كده، وهو العطاء بقى والشعر وكل حاجة حلوة. هو اللي عمل الفكرة دي، هو اللي طبع الدواوين وشارك مع رجالة المؤسسات. ده كل الشكر ليهم والاحترام. هم بيسروا الحياة الأدبية والحياة الثقافية، وكل الشكر ليهم. قالوا النهارده المهرجان الثاني ان في مهرجانات كتيره بتتجدد على ارض المنصوره لنشر الثقافه والوعي في المنصوره، وان المنصوره فعلا قلعه المفروض ده يبقى العدد ال 30 ولا 40، بس هم فتحوا فتحه ثقافيه كبيره بايد الشاعر ابراهيم مروان والشاعر الكبير ناجي عبد المنعم. نهر النيل والفرات. وانت بتكتبي في جريده من افضل جرائد الوطن العربي ولها بصمه في مصر والعالم كله، ان الشغل اللي فيها شغل واحد 4 سنين خلصت نجاح له. مفيش يوم خلصت المواطن ولا حاجه اللي عملت 116 عدد. يعني معنى كده ان الاعداد متتاليه وفي نجاح وفي اقبال عليه وفي اقبال عليه. كل انت دلوقتي شاعره الوطن العربي ككل، وان الشعر ده حاجه جميله، ان الشاعر بس شاعره وكتيبه واديبه وليكي دواوين وليكي شغل على ارض بنشكرهم كل حاجة. طبعا أنا كانت طول حياتي إن أنا بجمع دايما فيها قصايد، وعاملة كمان أحلام ماما أساسا أحلام. فكانت كل حياتي إن أنا أعملها ولا أعملها حاجة بسيطة جدا. أقل حاجة عملتها إن أنا جمعت وعملت لها دلوقتي أحلام. طبعا اللي حقق الأمنية الشاعر الكبير يعني الكتاب اللي انت كله النهارده ماما، مكرمه كله وكل ماما، مامتك. أحلام. انا بشوف منزله صورتها على طول دايما. أقل حاجة أقل حاجة حاسه ان الشباب بتحبى شعر بتوزع شعر سليم كل جمع. أم كل أم في أحلام رمز. لأن مفيش أم تدخل على ولادها بأي حاجة، فالأم في كل زمان في كل مكان هي أحلام. رحله عطاء متكامله هي طبعا. طبعا فأتمنى إن هي يا رب كده يكون لها حاجة بسيطة. الله يرحمها من فضلها علينا أنا وأخواتي. يعني انت إهداء وكل واحنا حاجة. كله نص والاخوات طبعا لما يشوفوها بتقدموا شوف بصمه. أحلامي طبعا ولادي. بنتمنى يا رب، بنتمنى دايما ربنا إن إحنا نرزق بر أولادنا. زي ما هي انت كنت أتمنى ان إن اولادك يا رب. انت كان عندك مولوده قريب بنت مليئة. حسيتي فعلا ان بنتك احساسها بيكي زي ما انت كنت حاسه بمامتك؟ أتمنى نجاح النجاح بنقول النهارده في نادي الاطباء ان النجاح حليف كل مواطن بيجتهد او كل شخصيه بتجتهد، كل شخصيه تحب نفسها تشتغل عليها. الشاعره بتاعتنا النهارده اهدت الديوان لمامتها الله يرحمها وجمعت دواوينها الام كلها بديوان احلام امها، وقاموا بالانجاز الديوان. إبراهيم جمعية النهار أدبية ودي المنصورة أجمل زي ما هي قلعة قلعة للعلم علمية، هي علمية، هي برضه قلعة ثقافية مع الشاعرة والأديبة
بنقول لك ألف مبروك، نمشي بقى الديوان